الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم مرة تانية مركز شباب الكعبان لبطولة الصالات المفتوحة. ومعانا السيد محمد علي عجلان مدير البطولة، ونسأله ونقول له ما قصرت يا أبو علي. الله يا مرحبا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اليوم الرابع للبطولة، ومجهودات العاملين على البطولة والفرق ما شاء الله متعاونين معانا في البطولة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أبو علي، أنا شايف إن البطولة المرة التانية أحسن من المرة الأولى، يعني في التنظيم وفي الحكام وفي الإدارة وفي الفرق وفي المشاركين. وشايف البطولة يعني أقوى عن البطولة الأولانية. يعني حضرتك كنت منظم البطولة الأولانية والمنظم المرة دي، يعني المرة التانية على التوالي. والله اخوي الله يعطيك العافيه. صحيح البطوله الاولى اول بطوله انطلقت من 4 شهور او 5 شهور تقريبا، في لبطوله الصالات. المركز اول مره كان ينظم البطوله كره القدم للصالات اللي هي كانت من 4 شهور. والحمد لله يعني كبدايه تعرف اخوي زكي، البدايه تكون يعني صعبه شوي. بدينا البطوله اللي طافت كان فيها عدد الفرق 8 فرق، والله الحمد كانت بطوله مميزه. حتى لما اعلنا عن البطوله كان في تسابق من الفرق كبير، يعني جونا فرقتين زياده على الثمانيه، كانوا 10 فرق فرفضناهم. قلنا في البدايه نبتدي ب8 فرق. كانت بطوله ناجحه البطوله اللي طافت. البطوله هذه الاخطاء اللي صارت في البطوله اللي طافت صححناها في هذه البطوله ولله الحمد. مثل ما تشوف اليوم الخامس الحمد لله. البطوله من ناحيه الجماهير، من ناحيه اداء الفرق، من ناحيه اقبال الفرق على البطوله، في تطور كبير من ذيك البطوله لهذه البطوله. هي اخوي زكي نفس التسلسل، نفس البطوله الرمضانيه الاولى لما بدينا فيها، والبطوله الرمضانيه الثانيه والثالثه كان في تطور اكبر واكبر. فهذه نفس الشيء الحمد لله ماشيين خطوه بخطوه. الله يعافيك يا ابو علي، ما قصرت والله، وربنا يوفقك ان شاء الله، ونتمنى افضل من كده ان شاء الله في البطولات الجايه ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم، وننتقل الى المباراه الثانيه مركز شباب الكعبان. شكرا 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 ابو علي، شكرا.